ليه هتتجوز؟ لازم قبل ما ادخل علاقه او ابقى هتجوز اعرف الاول يا ترى انا هتجوز عشان اسباب صحيه ولا عشان في مشاكل عندي. لو انا حاسس ان انا لوحدي وان انا عايز اعيش في الحاله بتاعه الاهتمام والحب، ويعني ان حد يبقى معايا عشان يعني كونس، اعرف ان في مشكله. لو انت كان عندك مشاكل اثناء الطفوله وكان في اهمال مبالغ فيه من الاسره او من الوالدين وما خدتش الاهتمام المطلوب، ده برضو من الاسباب الغير صحيه للجواز. لو كان في حمايه ودلال شويه من الوالدين للطفل اثناء الطفوله، فبيطلع دايما عنده خانه اللي هو الحق المكتسب في العلاقه، يعني بيبقى شايف ان الناس كلها لازم تقدرني، لازم تبص لي البصه اللي انا كنت باخدها وانا صغير من ماما او بابا، حتى لو هو يعني مش اهل لدوت او محتاج ان هو يبص على نفسه بصه بشكل اوسع. لو لقيت او لقيتي الطرف الثاني في العلاقه ماشي على اسلوب معين دلوقتي هنقول عليه، تعرفي ان هو بيتجوز عشان اسباب غير صحيه، مش عشانك او عشانك انت. لو لقيته في الخانه بتاعه الالحاح الزايد، ان هو دايما عايزك تبقي معاه او عايزك تبقى معاه او مركز عليك بشكل كامل، اعرف ان هو بيتجوز عشان حاجه من الثلاثه. يا اما عنده احساس بالوحده فعايز يعيش الاتموسفير والجو بتاع الارتباط والاهتمام، او كان في اثناء الطفوله حمايه زايده ودلع من الوالدين للطفل، فبيطلع بشكل مطالب بشكل زياده في العلاقات، فبيبقى حاطط ستريس على الطرف الثاني في العلاقه بشكل كبير. او لو كان في العكس، اهمال مبالغ فيه من الوالدين، فبيطلع الشخص بيحاول يعوض هذا الاهمال في العلاقه بان هو يشوف عكس مع اللي حصل له في التربيه، فيبقى عايز اهتمام زايد، عايزك دايما مركز عليه، عايزك دايما بتقدم له كل حاجه بدرجه انت تحس ان انت جرانتد يعني، او حق مكتسب ليه. وفي اغلب الاحيان هيبقى من غير اي تقدير لكل دوت، يعني لكل المجهود اللي انت هتعمله او اللي انت هتعمله. هنعمل ايه لو انا لسه في بدايه العلاقه او لسه في مرحله الاعجاب؟ يا ريت ابص على الحاجات دي كلها، لان في الاغلب هنحتاج شغل نفسي عليها. لازم الشخص يشتغل على نفسه بشكل كبير، جلسات علاج نفسي. اعالجها ازاي؟ كل واحد على حسب اسلوبه والتعامل بتاعه في الحياه مع المشاكل في الطبيعي. في ناس هتمشي هتقول لك انا مش ملزم ان انا اعيش كل دوت. في ناس هتحاول تخلي الشخص ان هو يتعالج وان هو يشتغل على نفسه ويشوف نفسه بصوره احسن ويفهم مشاكله بشكل اكبر، فساعتها العلاقه تبقى صحيه بشكل احسن، على حسب كل فرد بيتعامل ازاي في حياته عامه. ما تنسوش تتابعونا على موس سايكوثيرابي على كل بلاتفورم عشان تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، وتوصلوا لاحسن شكل ممكن واكتر شكل مريح من العلاقات الاجتماعيه بشكل عام، سواء العاطفيه او العائليه او المهنيه. شكرا.